هذا السؤال مرتبط بيوم 9 ربيع. حتى طبعا أنا ما بدخل في التفاصيل السؤال. يقول خلنا أقرأ نص السؤال. نلاحظ في 9 من ربيع الأول بعض الأخوة يحتفل بأساليب استفزازية من قبيل لبس اللون الأحمر وإقامة مجالس ينالون فيها من رموز الآخرين، بل وبعضهم يؤمن برواية رفع القلم ويدعي بأن في هذا اليوم يتم رفع القلم من المؤمنين، وعلى ضوء ذلك يقومون ببعض الأعمال اللا أخلاقية، فما حكم ذلك؟ طبعا هذا الكلام الحين عن أنه هو الواحد يحتفل بطريقة يهين رموز الآخرين. هذا أولا. إذا احنا مقلدين للمراجع ونبغى نفلسف وكل واحد يحلل، أنا إنسان أقلد مرجعا. المراجع كلهم فتاواهم أنه يحرم النيل من رموز الآخرين، ما يخرب أنه الوحدة بين المسلمين ويثير الحساسات، هذا حرام شرعا. هذا مو فتاوى المراجع من جيب الصفحة، هذا الروايات الكثيرة الواردة في هالأمور. جروا إلينا كل مودة، رواية الإمام العسكري. شاركوا في جنائزهم، هلم جرة. العلاقة الاجتماعية أهل البيت ذكروها لنا. عودوا مرضاهم إلى آخره. هي كلها روايات موجودة عندنا. إنزين أهل البيت اللي كانوا يركزون على ذلك، أنا أجي أقول أنا من أتباع أهل البيت. إنزين أهل البيت كانوا بعض أصحابهم يشوفونهم في المسجد، هذا لطيف، كانوا يشوفه في المسجد يطلع وقت الصلاة. الإمام محمد ذكر الإمام الباقر أو الإمام الصادق كان يقول له أنا شفتك طلعت من المسجد وما صليت وياهم، لا تسوي هالشيء، أنت محسوب علينا. هذا من طبعا الحين بحث الوحدة بحث مطول، الواحد يحتاج أنه يدخل في تفاصيله، لكن بصورة عامة إذا أهل البيت كانوا يركزون على هالمقدار أن أنت من الصلاة من المسجد ما تطلع. الحين الاختلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول تصلي جماعة معهم، بعضهم يقول تصلي وأنت تقرأ لنفسك، ترى سيد السيسان وتقرأ لنفسك، لكن ما في أنه اطلع من الجماعة واهرب. طب إذا كانوا يركزون على هالمقدار، هذا إيش قد حساسيته أن واحد يدخل المسجد وقت الصلاة يطلع من الصلاة، إيش قد يؤثر؟ إيش قد يؤثر؟ يثير الحساسيات والفتن بين المسلمين. فما بالك أنه واحد يخصص يوم ويقوم بأعمال ويطرح الأسماء ويفعل كذا ويهين، والمو بحث علمي، مو بحث علمي، مو واحد قاعد أنه والله مؤلف كتاب أنه أثبت الإمامة وأثبت فضائل أهل البيت وأثبت رذائل أعدائهم وهالأمور، لا، مو بحث علمي، بحث استفزازي وشعارات وما شابه. هذا يحرم شرعا بناء على روايات أهل البيت وبناء على فتاوى مراجع التقليد. هل هذا يعني أن الواحد لا يدافع عن عقيدته؟ لا، يدافع عن عقيدته، بس هذا مو دفاع عن العقيدة، هذا مو دفاع عن العقيدة، هذا بالعكس، هذا تخرب العقيدة. أنت إذا أردت أن تجذب الآخرين إلى مدرسة أهل البيت، هذه الطريقة تنفر الطرف الآخر. استعمل طرق جيدة، ألف كتاب في هالمجال، سوي لك شيء أنه جيد في هالمجال، أما بهذه الطريقة هذا يعني لا يوصل إلى شيء. طبعا رفع القلم، البعض بعضهم يعني مخرطينها، يقول أنه خلاص ما دام أنه إحنا في هذا اليوم فرفع القلم، فيقوم يعني كلام بذيء وسب وما شابه من حركات. هذه الحركات هي بحد ذاتها محرمة، بحد ذاتها محرمة، وهذا مو ديننا. يعني الواحد يتصور أن أمير المؤمنين كان يسوي هاللون، يسب ويشتم ويتلفظ بألفاظ بذيئة. صاحب الزمان يقعد في مجلس، احنا ساعات نستحي اذا قاعدين امام عالم او امام شخص كبير او مرجع، نستحي نتلفظ ببعض الالفاظ البذيئه، بعدين نجي في مجلس نسب ونشتم ونقول صاحب الزمان قاعد امامنا. لا، هذا ما يتناسب. هذا باختصار شديد.